السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم طريقه لذيذه جدا وخفيفه للبطاطس، تعتبر كده طبق مقبلات واضافه لذيذه على سفرتك. طعمها رهيب، سهله جدا، مش هتاخد معاكي دقايق في تجهيزها، تنفع في الغدا تنفع في العشاء في اي وقت. حلوه قوي لو حد بيعمل دايت لانها خفيفه ومش شاربه زيت. بس حابه قبل ما ابدا الفيديو هقولك لو اول مره بتشوفي القناه يا ريت تشتركي فيها ولايك وشير اذا عجبك الفيديو. يلا نسمي الله ونبدا الطريقه بتاعتنا على طول. جبت 5 بطاطسات حجم وسط، غسلتهم كويس جدا جدا، دعكتهم بالفرشه وبالليفه ونقعتهم كمان شويه علشان تنزل كل الاتربه اللي فيها، لان هنعملها بالقشر مش هنقشرها. ومسكت كل واحده قطعتها تقريبا كده على 3، ولو البطاطس معاكي صغيره قطعيها على 2 بس، يعني عايزاها ما تكونش تخينه قوي علشان تشرب من التتبيله وكمان تستوي بسهوله. هديها شطفة تانية بعد ما اقطعها واغير المية، واحط فيها تقريبا كده معلقتين من الخل ونص معلقة من الملح، وهسيبها منقوعة شوية كمان. دلوقتي هنجهز المية اللي هنسلق فيها البطاطس، نص سلقة كده. حلة على النار هنحط فيها مية سخنة علشان ما تاخدش وقت كتير على بال ما تغلي، ونص معلقة من الملح، وهزود كمان ربع معلقة من الكمون وكاري وشوية بابريكا ورشة فلفل اسود، وهغطي الحلة واسيب المية لحد لما تغلي تماما. وبعد كده هصفي البطاطس وهنزلها فيها تتسلق. هسيب البطاطس في المية تتسلق تقريبا 10 دقايق بعد المية ما تغلي. عايزاها تستوي تقريبا كده 70% علشان لسه هتدخل الفرن وهتستوي مرة تانية. وهنا بجهز الخليط اللي هغطي بيه البطاطس، ربع كوباية من الزيت، ويا ريت يكون زيت زيتون. انا ما كانش عندي زيت زيتون فحطيت زيت ذرة عادي. ربع معلقة توم مفروم، بابريكا وكاري وكركم، وكمان ربع معلقة صغيرة من هريسة الشطة. هنا البطاطس خلاص تمام طلعتها وفردتها في طبق وهسيبها لحد ما تبرد تماما. وبعد كده بقى هجيب الصينيه اللي هدخل فيها البطاطس الفرن، هحط نص الخليط وهفرده كده بالفرشه في ارضيه الصينيه. بعد كده هرص البطاطس بالشكل ده وتكون القشره لفوق. باقي الخليط اللي معايا هدهن بيه البطاطس من فوق. طبعا الصينيه دي مش هتكفي كل الكميه، فانا عملتها على صينيتين. هتدخل الفرن على اعلى درجه حراره على الشبكه، هتقعد تقريبا ربع ساعه. وبعد كده هطلعها، وهرش عليها كده رشه من البقدونس او الشبت، اي خضره تكون موجوده عندك. ويا ريت يكون كزبره، بتديها ريحه لذيذه جدا. وهدخلها تحت الشوايه كمان 5 دقايق وهتطلع بالشكل ده، بجد خطيره جدا، ريحتها وطعمها فوق الوصف. عايزاكم تجربوها بالطريقه دي وتكتبوا لي رايكم. بس كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في وصفات احلى. سلام عليكم.